بطالب بحق. كنت بتكلمي ربنا تقولي له كده؟ في كنت وقت بقعد اعيط وانا كنت بصلي عشان كان بهددكم وكنت خايفه منه؟ كنت خايفه منه حضرتك، لانه كان كذا مره برضو يجي يهاجم علينا هنا. يجي يتهاجم علينا على البيت وينط لنا من على السطوح عشان ينزل يشوفني انا موجوده في قلب الجوه ولا لا، عشان ياخدني. الحاج سعد عززك لما اتجوزك ازاي؟ يعني حافظ عليكي، اخدك حافظ عليا. انت كنت تعبانه مرهقه من ان هو كان بيستغلك، تنزلي تتسولي، كنت ده كل ده كان مزعلك؟ فاتفاجئتي بقى ان ربنا سبحانه وتعالى وقف جنبكم يوم اختطاف زوجك. اقول لحضرتك على حاجه، انا كنت بقول يا رب يا رب ابعت لي ابن الحلال اللي ينقذني من الوقت ده. من استغلال الشخص ده ليكي. ان هو كان يخليكي تعملي ايه بقى؟ بتتسولي؟ اتسول على الناس واقول لهم مثلا انا عيالي تعبانه وبتموت، عايزه اي حد يساعدني. والفلوس اللي كانت بتلمها والفلوس اللي انا كنت يعني انا لما مؤاخذه اتفتح عليا الشنطه بتاعتي، هو فتح شنطته مني وبدا ياخد فلوس. كان معايا تليفون لسه كنت جايباه في كرتونته، سحبه مني. طب هنسألك سؤال، كنت انت يعني بما ان انا شايفه شخص مستموت قوي يعني وعمل حاجه كبيره قوي عشان ان هو يقدر يرجعك له ان انت تتسولي وتنفذي، كان بيربح من وراكي مبالغ كبيره؟ يعني يوم ما كنتي مثلا تطلعي تتسولي كنت بترجعي له بمبلغ كبير؟ كان بيقبل ده ياخده؟ ما كانش بيسيبنا لما ياخده منه، ياخد الفلوس دي منه. ايوه. كنت بتباتي فين يا كنت ببات في الشارع لما لو كان سألتك المبلغ اللي حضرتك كنت بتجيبه له تقريبا كان كام؟ 500 جنيه على الأقل. 500 جنيه؟ ويمكن ومع ازيد يعني مبلغ كبير. وانت واحده؟ انت الوحيده اللي عمل معاكي كده في المكتب ولا ده كان بيعملوه مع اي حد؟ لا انا الوحيده. هل كان مجند معاك اشخاص تانية ان انت تنزلي تتسولي ولا كان مجند اشخاص تانية؟ كمل. كفايه عليك. كان مجند معاك حد في اشخاص تانية؟ كان كام شخص تقريبا؟ يعني هم كتير. كانت ستات برضو ولا ستات ورجاله؟ لا كان بنات بس. بنات بس. كنت بقى حاسه بدي وبتقولي كنت بتكلمي ربنا؟ بدعيله واقول له يا رب انجدني، عايزه حد ابن حلال يقف لي. واحد ابن حلال يقف لي ويشيلني من الموقف ده. وربنا استجاب لكي؟ ايه اللي حصل بقى؟ يعني احكي لنا ايه اللي حصل. قابلتي الحاج سعد؟ قابلت الحاج سعد وقال لي انا عايزه انقذك من موقف، انا عارف انك انت اتضغط عليكي واتضربتي بسبب واحد وهو اللي كان معصب عليكي انا عايزه انقذك واخدك منه واتجوزك شرعي. وبالفعل فعلا احنا اتجوزنا شرعي، ومن ساعه ما انا اتجوزتها وهي ما بتنزلش شغل ولا عاد بتروح ولا تيجي. ماشي. هو ده كل اللي حصل. وده اللي بقول لحضرتك، انا اخويا ذات نفسه ما كانش يعرف ان انا مخطوف الا عن طريق واحد صديقي اسمه الشيخ ايهاب عباس البدراوي. هو اللي رن عليه في وقت الفجر، صحاه من النوم، قال له انت نايم واخوك في ناس اتهجموا عليه وهم خطفوه. يعني اخويا اللي عايش في البلد ما كانش يعرف. بس ده حضرتك اللي حصل. الشخص ده شافك تقول له ايه؟ اقول له منك لله، منك لله، لان انا طلبتها منك، والمفروض احنا بشر والبشر ما يطلبش الا من الله، وانا طلبتها منك وقلت لك سيبني عايش وانت ما سبتنيش عايش، يبقى ربنا اللي هيجيب لي حق منك والقانون اللي هيجيب لي حق منك. كان يوم الخميس. يوم الخميس. قولي لي بقى يعني ايه اللي حصل بالظبط يوم الخميس؟ انا سمعت ضرب نار، انا كنت في البيت وسمعت ضرب نار. الساعه كام؟ 2؟ حوالي الساعه 3 الفجر. 3 الفجر. تمام. لقيت هي طلعت تجري من البيت، سمعت ضرب نار. ساعة ما سمعت الطلقة الأولانية سبت عيال الاتنين وجريت حافية. جريت على الشارع. لقيتهم المحامي انا مؤاخذة وامسك المسدس وعمال يضرب ال3 طلقات فوق في السقف، والتانيين واقفين عنده على العربية وبيمسكوا جوزي وعمالين بيضربوا فيه. كنت عارفة الاشخاص دي في الوقت ده؟ كنت طبعا عارفاهم. ايه رد فعلك؟ خافت ان هي انا خفت ان انا اجري واقول حاجه. وقتها بقى اتصرفتي ازاي وحسيتي بايه؟ انت قلتي خلاص كده يعني انا خلاص كده جوزي خلاص ما عادش هيرجع لي. وهي خافت ذات نفسها. انا خفت انا ذات نفسي ان هي لو صوتت هياخدوها معايا. معايا. لو انا صوتت انا هتضرب كمان. انا معاهم. استخبيتي؟ حاولتي تداري منه؟ لا حاولت ان انا اجي هنا على البيت تاني، ارجع هنا لعيالي،
خدت بعضي قعدت ما انا كنت خارجه قابلت ابن أخويا؟ ابن اخوه. وراحوا رايحين على قال النور. لي طب تعالوا شوف نروح على الفيديو عشان الفيديو ده ما اتنشر دلوقتي على العالم كان كله. متعود ان هو يضربك دايما؟ ايه كان كان متعود؟ متعود على طول. وصفي لي الضرب اللي كان بيضربك بيه دايما. لا انا على طول لما مؤاخذة كنت بتضرب بيه على راسي 28 غرزة، وفي عشان ايدي تسمع ساعات كلامه. في ايدي ساعات اتعور منه تسمع بمشرط كلامه. ولما- بموس. انت بتتكلمي على واحد بيستخدم السلاح زي كأنه مش أيوة، متعلم، يعني احنا كأننا بنسمع فيلم. حضرتك انا شفت المسدس ده عنده في المكتب مم. كذا مره، وقعد يهددني بيه ويقول لي انت لو ما عملتيش اللي انا عايزه منك واللي انا هطلبه منك انا هموت لك هموتك عيالك كمان. وهموت لك عيالك معاكي. يعني كان بيهددك بالقتل اه ويستغل ان هو قادر وقوي ومعاه نفوذ، فكان بيحاول ان هو يستخدمك ان انت تنفذي كل اللي هو عايزه، ان انت تنزلي تتسولي تشهدي على ناس بالزور، وكان بيكسب من وراكي مبالغ كبيره، اه وفي الاخر ما كانش مش بيديكي من فلوس، ورايا انا بس، من ورا بنات كمان معايا. وكلهم كانوا ساكتين مش قادرين. كم مش بنت قادرين ان تقريبا؟ هم يعني تعرفش. كتير هي ما تعرفش. كتير عدد عنده في كبير؟ المكتب. اه يعني لو سألنا مثلا المبالغ اللي كنتوا بتدخلوها في اليوم تقريبا تساوي كام؟ هي ما تعرفش. الشخص واحد تقريبا انت هي ما قلتي تعرفش. على حوالي 500 جنيه. ده الشخص الواحد. على كل واحد 500 جنيه، ولو ما جابهمش بيتضرب. طب والمقابل المادي لكم كان ايه؟ يعني ما فيش؟ مفيش مش حاجه. مقابل مادي، في ورق انت قلت كنت بتدعي ربنا ليل ونهار حاجه بصلي تنقذك. له. كنت بصلي له وبدعي بقول يا رب ابعت لي واحد ابن حلال يقف لي معايا، ان هو يجي ينقذني من العالم دي. من كنت زعلانة الشخص من ده. نفسك؟ اه كنت زعلانة من كنت نفسك؟ زعلانه من نفسي. انا قلت يا كانت رب بتعمل كل ده انا تحت ضغط. نفسي ان انا حد يبعت لي ابن حلال بس عشان ما كنتيش قادره ان انت تمنعي ده، اه وربنا بعت لك الحاج سعد. اه لما عرض عليك الزواج بقى قلت له ايه؟ قلت له ماشي انا موافقه. وافقتي؟ اللي انت كنت بتشتغلي عنده وكان بيستغلك ده زعل لما هو عرض عليك الجواز؟ قال له خلاص يا سعد بدل انت اتجوزتها بس ما اتجوزهاش الا باذني. لازم تيجي تتجوزها تطلب ايديها مني انا. اكن هو اهلها. وحضرتك بقى عملت ايه؟ اتجوزتها برأيه ولا من غير لا علم؟ اتجوزتها من ورا منه. لانه كان رافض. اتجوزتها من ورا منه، ولما جاب لي ناس برضه وجالي هنا قدام البيت تاني، قلت له انت جاي تاخد مين؟ ده مراتي. ورحت مطلع القسيمة الجواز قلت له دي مراتي القسيمة. يعني تقصد يا حاج سعد ان انت بعد ما اتجوزتها قعدتها من الشغل؟ قعدتها وجالي هنا. انت كنت وطلعت له قسيمة الجواز قلت له دي بقت مراتي. انت كنت بحكم معرفتك من خلال شغلتك كنت بتتردد على مكتب الشخص ده. ايوه عشان فكنت بتشوف فريدة. فبدأت تعرف قصتها، صعبت عليك. حصل. صح كده؟ حصل.